بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نعمل ايس كريم بالمشمش الطبيعي في البيت بدون مواد حافظة، بدون منكهات طعم، وبدون ماكينة، ونروح ونشوف الطريقة. عندنا هنا حوالي كوبايتين مشمش من طبيعي، ده كنت مخزناه من السنة اللي فاتت، مشمش متجمد. وعندنا هنا كوباية سكر بودرة. وعندنا هنا دي كريمة خفق خاصة بالحلويات، احنا هناخد منها كوباية بس او كوباية وربع. بنجيب الخلاط وبنضيف فيه المشمش وبنخفق المشمش كويس قوي لغاية ما يبقى معانا العصير بالشكل ده كده. بعد كده في بولة بنحط فيها علبة الكريمة اللباني، لازم نرجها كويس قوي كده قبل ما نفضيها بالشكل ده. بنحط كوباية كريمة لباني وبنضيف عليها كوباية السكر ده اختياري، ممكن تزودي او ممكن تقللي زي ما انت عايزة. بعد كده بنضربه بالمضرب الكهربائي، لو مش متوفر عندك ممكن تحطي المكونات كلها في الخلاط وتضربيها، مفيش مشكلة. هنا بعد ما خفقنا الكريمة مع السكر بتبقى بالشكل ده كده. بعد كده بنضيف عليها عصير المشمش بتاعنا، العصير الطبيعي، وبنقلب كده كويس مع بعض المشمش مع الكريمة. وهنشوف بقية الطريقة بس بعد الفاصل. عشان تضمني وصول اشعارات ليكي بكل الفيديوهات اللي بعملها، بعد الضغط على كلمة اشتراك فعلي الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، هتظهر لك رسالة علمي عليها ودوسي حفظ. بعد كده بنضرب الخليط بتاعنا بالمضرب الكهربائي بالشكل ده كده، وده شكل الايس كريم بتاعنا الطبيعي بالمشمش الطبيعي. وبنجيب علبة بنحط فيها الايس كريم بتاعنا، بنقلبه بالشكل ده كده. بعد كده بنغطيه بالعلبة وبنسيبه في الفريزر بقى يوم يومين زي ما انتي حابة. انا هنا سبت يومين في الفريزر. ده شكله بعد ما طلع الايس كريم بتاعنا. بعد كده بتطلعيه بنقدمه بعد كده بنقدمه في الكاسات بتاعتنا وبتزوقي بيها زي ما انتي عايزة. انا هنا عندي كيس كريم كراميل كان موجود عندي، بنزوق بالكريم الكراميل. ممكن بتحطي شوكولاته سايحه، ممكن بتحطي جوز هند، ممكن بتحطي زبيب زي ما انت عايزه، وبيتقدم بألف هنا. باقي الفيديوهات الموجوده على قناتي في اليوتيوب كلها وصفات سهله وبسيطه ولذيذه وغير مكلفه، ممكن تستفيدي منها في عمل اكلات جديده في مطبخك. وانتظروني في الفيديو القادم بإذن الله.